عايز أسأل سؤال وأقول: سمعتم قبل كده عن ماحيات الذنوب؟ في عبادات ربنا سبحانه وتعالى شرعها مهمتها إن هي تغفر الذنوب وتطهر القلوب. الحج والعمرة من أعظم ماحيات الذنوب. خلينا كلنا نعترف إن إحنا أصحاب ذنوب. مفيش إنسان على وجه الأرض إلا وهو مذنب، إلا الأنبياء والرسل، فكلنا أصحاب ذنوب. وربنا سبحانه وتعالى يحب أن يسمع صوت عبده المذنب، كما قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بس خلي بالك، كثرة الذنوب تميت القلوب. كلما زاد الذنب كلما زادت قسوة القلب، وكلما زادت قسوة القلب كلما زاد سواده، وكلما زاد سواده كلما زادت الحجب بين العبد وربه. تأتي عليك فترة فتجد نفسك بعيد عن الله عز وجل بسبب كثرة الذنوب. لو سبت نفسك للمعاصي والذنوب ستذهب في طريق آخر بعيد عن الله عز وجل. وهنا تأتي رحلة الحج والعمرة لتعيد الحياة إلى قلبك مرة ثانية، لتطهر صحائف أعمالك من ذنوب كثيرة فعلتها في الماضي وربما نسيتها. رحلة الحج والعمرة هي رحلة لمغفرة الذنب ورحلة لطهارة القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. يعني قلبك من كثرة الذنوب ممكن يصل إلى قطعة الحديد التي أصابها الصدأ. بيجي الحج أو العمرة ويغسلان القلب من هذا الصدأ مرة ثانية. لما بتطوف حول الكعبة انت بتلاقي نفسك، لو ركزت كده هتلاقي نفسك بتطوف عكس عقارب الساعة. ليه؟ ربنا عايز يقول لك: ارجع بالذاكرة إلى الماضي، ارجع إلى الماضي الذي عصيتني فيه، والآن حان أوان المغفرة. عايز يقول لك: أنا برجعك للماضي في الطواف علشان الطواف ده يرجع إلى ذنوب الماضي فيغفرها. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من طاف بالبيت يرفع قدما ويضع أخرى إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة. يبقى احنا بنطوف 7 أشواط نخرج بعدها وقد غفر الله لنا جميع الذنوب والخطايا. الأشواط 7 والسماوات 7. إذا طفت شوطا كأنك ارتقيت سماء. لما بنطوف 7 أشواط كأننا وصلنا إلى السماوات العلى، فنكلم الله عز وجل وليس بيننا وبين الله حجاب. لما بنطوف بنخلي البيت عن اليسار ناحية القلب. دي ملهاش علامة ودلالة تخليك تفكر إن ربنا بيغسل القلب. أنت بتسلم القلب للبيت وتطوف حول البيت 7 أشواط، كل شوط ربنا بيطهر فيه القلب. فالحج أو العمرة مغفرة للذنوب. الحج أو العمرة فلترى للقلب الحج والعمرة عودة إلى الحياة والسعادة من جديد. فهيا بنا نحج ونعتمر.